السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا محترمين اليوتيوب. أنا جهاد كريم وبرحب بيكم في قناة قضايا جهاد كريم، والنهاردة جايبالكم حلقة من العيار التقيل، جريمة تهز أي بيت عنده طفل صغير. لسه ما خلصناش من قضية ياسين ابن البحيرة إلا وطلعت لنا قضية تانية من مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، جريمة صعب تتوصف. طفل عنده 10 سنين بيروح ياخد درس خصوصي عند مدرس كبير المفروض يكون في مقام جده، لكن المدرس ده للأسف طلع شاذ ومريض ومتحرش. الولد رجع لأمه وقال لها: يا مية، المدرس بيعمل معايا حاجات عيب، حاجات مش كويسة خالص. الأم في الأول ما صدقتش زي أغلب الأمهات، قالت يمكن بيبالغ، يمكن فهم غلط. بس ست ذكية ما عملتش دوشة، ما راحتش تشتم ولا تضرب، لأ، قررت تكمن للمدرس كمين محترم. جابت موبايل وفعلت الكاميرا وحطته في أوضة الدرس وصورت كل حاجة. المدرس بيتحرش بالولد جوه الدرس وبيعمل أفعال مخجلة لا تليق بإنسان عنده 55 سنة. وإيه اللي حصل؟ الفيديو انتشر وبدأنا نسمع المدرس بيصرخ ويقول: أنا على المعاش، اعتقوني لله، سامحوني. لكن الأم ردت عليه بكل قوة وقالت: حتى لو ده يسبب طلاقي هسلمك للنيابة، مش عشاني، عشان ولاد الناس، عشان اللي بعد ابني ما يحصلش فيهم كده. في فيديو تاني كمان، مش بس الفيديو المنتشر. الأم معاها فيديو تاني، الفيديو الأساسي اللي فيه الواقعة واللي خلى الشرطة تتحرك فوراً وتقبض على المدرس. المدرس اتحبس وتحول للنيابة، والقضية بقالها 24 ساعة بس، لكن المجتمع كله اتقلب زي ما اتقلب مع قضية ياسين وقضية مريم بنت القيوبية ومحمد بعرور من كفر الدوار. الرسالة هنا مش بس إننا نعاقب المجرم، الرسالة إن كل أم وأب يصحوا. لو ابنك أو بنتك رجع وقالك إن في مدرس بيعمل حاجات غريبة، صدقوا، اسمعوا، ما تكدبهوش وما تخافيش من الفضيحة. الفضيحة لما تسكتي مش لما تتكلمي. عاوزين نراقب الدروس الخصوصية، عاوزين لو في مدرس جاي البيت يبقى في أم أو أب أو أخ كبير موجود. لازم يكون في رقابة ووعي وسرعة تصرف. المدرسين المحترمين كتير، بس لما يطلع من وسطهم شخص زي ده لازم يتفضح ويتحاسب علشان المجتمع يتطهر من أنفاله. أبعوني في الحلقات الجاية، هقول لكم تفاصيل جديدة أول بأول عن اسم المدرس وتحقيقات النيابة وإيه مصيره. أنا جهاد كريم وبرحب بكل مشترك جديد. اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصلكوا كل القضايا الجديدة.